الطريقة الآمنة لشراء الألعاب على منصة البي سي. طبعا عندك 6 طرق آمنة بإذن الله. الطريقة الأولى والأفضل بالنسبة لي أنك تاخذ اللعبة كود ديجيتال من أحد المواقع مثال سي دي كيز وتحط الكود بحسابك بستيم. الإيجابية بهذه الطريقة أنك إذا أخذت اللعبة كود بتصير ملكك بالكامل وما حد بيقدر ياخذها منك. والسلبية أنه ممكن تكون مكلفة شوي خصوصا لو كانت اللعبة جديدة. الطريقة الثانية واللي ما أحبذها كثير أنك تشتري حساب مشترك، وسبب أني ما أحبذ هذه الطريقة لأن الحساب ما بيكون مضمون 100%، وبعض الألعاب ما راح تقدر تلعبها أونلاين. لكن الإيجابية الوحيدة بهذه الطريقة هي رخص التكلفة، وبعض الحسابات مثلا تعطيك 100 لعبة. الطريقة الثالثة جيدة نوعا ما لكن فيها مجازفة كبيرة، اللي هي انك تروح لأحد المواقع المعروفة وتحمل منها، والطريقة هذه استخدمها لو كانت اللعبة قديمة كثير وانقطعت من السوق. الطريقة الرابعة تشبه الطريقة الثانية، اللي هي انك تاخذ اللعبة من حساب خويك عن طريق خاصية الشير. والسلبية بهذه الطريقة ان خويك بيتقروش وما بياخذ راحته بحسابه، وما راح تقدرون اثنينكم تلعبون اللعبة. الطريقة الخامسة انك تشتري اللعبة من المتاجر الرسمية مثلا ستيم. والحلو بهذه الطريقة انك لو اشتريت لعبة وما عجبتك تقدر تسوي استرجاع وتسترد المبلغ بالكامل في بطاقتك البنكية. ونضيف ايضا ان المتاجر الرسمية تسوي تخفيضات بشكل دائم. الطريقة السادسة حلوة ومميزة، اللي هي انك تشترك باشتراك جيم باس على البي سي، والاشتراك هذا راح يوفر لك كمية مهولة من الالعاب، وبعض الالعاب راح تقدر تلعبها من اليوم الاول، وسعر الاشتراك مقبول نوعا ما تقريبا $8 بالشهر. اكتبوا لي بالتعليقات وش الطريقة اللي تشوفونها مناسبة اكثر. كان معكم اخوكم بالعنود، نشوفكم بقاطة جاية ان شاء الله.